السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ازاي تكوني أستاذة فيه، ازاي كمان ينجح معاكي من أول مرة. ناس كتير بتخاف تعمل الرز المعمر يعجن منها أو كمان ما تعرفش كده المقدار بتاعه. في فيديو النهارده ان شاء الله هتعرفي كده تعملي طاجن الرز المعمر بدون ميزان. وكمان ازاي تطلعي كده الرزاية مفلفلة ريحتها وطعمها جميل جدا. شوية خطوات هنمشي عليها وهتكوني أستاذة في عمايل طاجن الرز المعمر إن شاء الله. هنسويه كمان مع بعض في فرن الغاز العادي، وهعرفك ازاي تسويه كمان في فرن البوتاجاز. الطريقة سهلة ما شاء الله. يا رب الوصفة تعجبكم. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية هتجيبي الطاجن بتاعك، طاجن أو صينية أو برامة، هتضيفي كده الرز ليه، وهتبدأي كده بصباعك هتقيسي كده عقلتين صباع، بتسيبي مسافة بين الرز وبين حرف الطاجن أو الصينية عقلتين بالظبط صباع. طبعا المقاس ده أو المعيار ده ثابت لأي حاجة هتدخليها الفرن للرز المعمر. بتسيبي كده عقلتين صباع، المسافة اللي احنا سايبينها دي أو الكمية دي هنزودها طبعا حليب مع مية. ضِفت كده طبعًا أهم حاجة في الرز المصري مش هتغسليه وتنقعيه، إحنا بنغسله عشان هندخّله الفرن على طول. ضِفت له كده 3 معالق كبار من الزيت بيفلفل معايا الرز وكمان بيدّي له لمعة جميلة جدًا. ضِفت له كمان معلقة كده من الملح. ضِفت له كمان علبة كده من الزبادي، عايزة تستغني عن الزبادي وعندِك قشطة بلدي ضيفي، بتخلّي طعم الرز جميل جدًا. بدأت كده أقلّب المكونات دي كلّها مع بعض. ضِفت له كمان نُص كوباية كده من السمنة على الزبدة. براحتك خالص، ممكن تضيفي سمنة بس أو زبدة بس. كمان ضِفت له كمان 3 كوبايات كبار من الحليب، وهابدأ طبعًا أزوّد الحليب ده مَيّة عشان ما يكتمش معايا الرز. إنِّك تزوّدي كمية اللبن كلّها هيكتم معاكِ الرز وهيطلع كمان مش مفلفل. هنا كمان ضِفت الحليب بدرجة حرارة التلاجة لإن أنا هادخّله الفرن الغاز العادي. هتدخّليه فرن البوتاجاز لازم تكوني غالية الحليب كويس جدًا عشان ياخد معاكِ لون بسرعة في الفرن، عشان كمان يستوي معاكِ بسرعة. أنا هنا هادخّله فرن الغاز العادي، فهيستوي معايا فوق وتحت في نفس الوقت. يالّا بينا كده ندخّله الفرن مع بعض. طبعًا فرني شغال من فوق ومن تحت، هياخد لون. أول ما ياخد لون معايا من فوق ويلوّن كده هيعمل معاكِ فقاعات كده. أول ما هيبدأ كده ياخد معايا اللون هاهدّي عليه النار خالص من فوق، وهيستوي معايا من تحت برضه على نار هادية. عندِك كده الفرن الغاز أو فرن البوتاجاز هتشغّلي عليه الشواية في البداية. أول ما هياخد معاكِ اللون، طبعًا اللون ده بيرجع لرغبتِك، عايزة تغمّقي اللون، عايزة تفتحي أكتر من كده براحتك خالص. هياخد معاكِ في فرن البوتاجاز لون بسرعة من الشواية، هتهدّي خالص، هتطفّي خلاص الشواية. بعد ما تطفّي عليه الشواية هتشغّلي عليه من تحت على أعلى درجة حرارة. هيستوي ما شاء الله عليه برضه بسرعة. ومش هتزوّديه إن شاء الله أي حاجة خالص، المعيار ده ثابت لأي حاجة هتدخّليها الفرن. إن شاء الله هيكون ناجح معاكِ من أول مرّة. نتيجته روعة جدًا ما شاء الله زي ما أنتِ شايفة. مفلفل معايا، ريحة جميلة جدًا، كمان طعم جميل جدًا. وصفتنا سهلة وبسيطة. هتعايريها بنفس المعيار اللي أنا عايرته قدّامِك، عقلتين صباع، والمسافة دي بتزوّديها حليب مع مَيّة عشان ما يكتمش معاكِ الرز. وصفتنا سهلة إن شاء الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني، دعمكم هيفرق جدًا معايا وفي رعاية الله.